مليار مبروك للنادي الاهلي البطوله ال 12. رئيس جمهوريه الكره في افريقيا النادي الاهلي البطوله ال 12 امام فريق كبير، فريق الترجي. صحيح يمكن بدايه المباراه كانت نقطه ايجابيه جدا جدا للنادي الاهلي من الكرات الثابته المتفوقين فيها فرقه الترجي بياسين مرياح والتوجاي، ولكن سير المباراه وجهه نظري مارسيل كولر لعب بكل اعصاب جماهير النادي الاهلي في كل انحاء مصر وفي الوطن العربي وفي العالم. سير المباراه الاهلي كان بيلعب بتحفظ شديد جدا، بيلعب على الهجمه المرتده، ده كان ممكن يخلي الترجي يدخل في الجيم ويكون اخطر على النادي الاهلي. سير المباراه التغييرات اللي اتعملت من مارسيل كولر اتعملت برضه بشكل متاخر جدا، اثرت على وضعيه النادي الاهلي. كنت اتمنى من النادي الاهلي بعد الهدف انه ما يرجعش كتير، ما يدخلش الترجي في الجيم، ما يخليش الترجي اجرأ، لعب بشكل جريء، لعب بزياده ساس ورودريجيز وتقى وكمان حسام الدين غشي. ادى فرصه لروجيه، وادى فرصه كمان لغيلان الشعلاني، وادى فرصه محمد امين بن حميده ومحمد بن علي. ولكن الاهلي لعب بتجمع 4-1 4-1، لعب بمروان، باكرم، بعاشور، وعاشور لتاني مباراه على التوالي ما يكونش بنفس الحاله الفنيه والجاهزيه اللي شفناها في المباراه اللي فاتت، وبحسين وبيرسي تاو. ومشكله بيرسي تاو هي عمليه نهايه الهجمه اللي هتاثر على الاهلي او اثرت على الاهلي في انه يقتل المباراه، انه يريح جمهور النادي الاهلي، يريح ال 100,000 متفرج في الملعب، يريح كل جماهير النادي الاهلي اللي موجودين على شاشات التلفزيون وفي كل مكان في العالم. انما في النهايه طبعا ال 4-1 4-1 كانت بتتحول لهجمات مرتده بشكل سريع جدا في بعض الحالات. وصل النادي الاهلي لكن ما ميش حارس جيد، وفيها كمان استسهال من كهربا، ومره من قفشه، ومره من حسين الشحات، ومره من امام عاشور. امور غريبه جدا كانت ممكن تلعبك الدنيا، ولكن في النهايه لازم اقول مبروك للنادي الاهلي الفوز بالبطوله ال 12. هو السؤال البطوله ال 13 امتى بالنسبه لبطوله افريقيا؟ ده اللي لازم نتكلم فيه. انا اتكلمت قبل كده على فكره ريال مدريد في اوروبا وفكره النادي الاهلي في افريقيا. في رئيس جمهوريه الكوره في اوروبا هو فلورنتينو بيريز، وان لم ممكن يكون رئيس جمهوريه الكوره في العالم. وفي رئيس جمهوريه الكوره في افريقيا ده كابتن محمود الخطيب، لان ما حققه كلاعب وما حققه كاداري ورئيس نادي حاجه اعجازيه وحاجه تاريخيه. كل يوم عن يوم بتزيد شعبيه الكابتن محمود الخطيب عند الجماهير وعند الجمهور المصري. ولكن طبعا ارجع تاني للمباراه، لان زي ما قلت المباراه كانت مليئه بالاحداث الغريبه. الاحداث الغريبه لان وقعت اعصاب جماهير النادي الاهلي اوقات كتيره جدا جدا، يعني ممكن ما يكونش ترجي كان خطر، ممكن ما يكونش ترجي وصل للمرمى كتير، ما كانش في خطوره كبيره جدا على على مصطفى شوبير. انما اللعب ب 1-0 ريسك شويه. طبعا يحسب للنادي الاهلي الخبرات اللي فيها اللعيبه والتقل اللي فيه اللعيبه ده نجح. عاوز اهني مصطفى شوبير لان 10 مباريات كلين شيت لاول مره تحصل في التاريخ في افريقيا. عاوز اهني قلبين الدفاع خاصه رامي ربيعه اللي كانت ناس كتير جدا بتطالبه بالاعتزال ومرحيل من النادي الاهلي، ولكن اعتقد انه اثبت انه واحد من اقوى قلوب الدفاع اللي موجودين في النادي الاهلي وفي مصر. عاوز اهني محمد عبد المنعم بعد فتره غريبه شويه، انا عشان كده عملت رساله لجمهور النادي الاهلي، محمد عبد المنعم محتاج الدعم، وبالفعل النهارده كان واحد من نجوم اللقاء. عاوز اهني علي معلول في ظل غيابه، كريم فؤاد يقدم مباراه جيده، ولكن علي معلول مؤثر مهما كان، هو مؤثر، واحد من اقوى اللاعبين المحترفين اللي في تاريخ النادي الاهلي او في تاريخ الكره المصريه. عموما المباراه انتهت، البطوله انتهت، الاهلي بطل القاره والزمالك بطل الكونفدراليه. كاس السوبر الافريقي المصري هيتلعب في استاد العاصمه باذن الله، استاد مصر في العاصمه الاداريه، امام 90,000 او 100,000 متفرج، مباراه مصريه خالصه بطعم افريقي. ولكن طبعا ده لازم يرجعني اقول تاني ان النادي الاهلي يكسب البطوله ال 11 ويكسب البطوله ال 12. ايه الجديد؟ مفيش جديد، لان فعلا النادي الاهلي واحد من اقوى الانديه اللي موجوده في القاره الافريقيه. فريق عنده سيستم، عنده اداره، عنده روح، عنده استقرار فني، عنده استقرار مادي، عنده مجموعه لعيبه تعرف يعني ايه قدر وقيمه لعيبه النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي تعرف يعني ايه تاريخ النادي الاهلي. وبالتالي لما نيجي نتكلم عن النادي الاهلي لازم اقول مبروك ال 12، مبروك. والسؤال الاخير، هي ال 13 امتى؟